الملكة إليزابيث، معمر القذافي، سلطان بروناي، حسني مبارك. دي أسامي حكام ورؤساء مدة حكمهم من 30 ل 70 سنة، وده شيء طبيعي في معظم الدول. إنما حاكم تنتهي فترة حكمه بعد 4 أيام وحاكم تاني تنتهي بعد كام ساعة، ده اللي مش طبيعي. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. أول حاكم معانا هو الملك إدوارد الخامس، اللي اتولد في إنجلترا سنة 1470 واتنقل ليه التاج الملكي بعد وفاة والده إدوارد الرابع، والكلام ده كان سنة 1483. يعني كان عمره وقتها 13 سنة بس. وعشان كده كان عمه ريتشارد الثالث هو اللي كان واصي عليه، هو واخوه الاصغر منه، واللي المفروض من مهمته كواصي انه يحضر الخليفة الشرعي للحكم اللي هو ابن اخوه ادوارد الخامس. بس كتر خيره، خد ولاد اخوه الاتنين وحبسهم في برج لندن بحجة انهم يبقوا في امان لحد ما ادوارد يكبر ويستلم الحكم. بس الغريبة ان كان في طراطيش كلام ان الدكاترة داخلين خارجين في البرج علشان يطمنوا على صحة الملك الصغير. وبعد 78 يوم من إعلان إدوارد الخامس بشكل صوري إنه هو الملك، وبالتحديد في 25 يونيو سنة 1483، اختفى إدوارد الخامس وأخوه ريتشارد من الوجود. والوثائق التاريخية قالت إن الاختفاء كان بسبب الوفاة، أما أسباب الوفاة اللي اتقالت وقتها كانت مختلفة. يعني مرة يقولوا إن العم الواصي هو اللي خلص عليهم لأنه كان طمعان في الحكم، وأقاويل تانية ظهرت وقتها إن أعداء الملك السابق هم اللي كانوا السبب، وشوية يقولوا إن المرض هو اللي كان سبب الوفاة. لكن الأكيد إن الملك الصغير اختفى بسبب إن حد خلص عليه قبل ما يثبت نفسه كملك لإنجلترا. ونسيب إنجلترا ونروح على الصين مع الرئيس والإمبراطور يوان شيكاي، اللي اتولد في 16 سبتمبر سنة 1859. وتولى يوان شيكاي مناصب عسكرية ورسمية وإدارية، ده غير إنه عاصر آخر إمبراطوريات الصين، إمبراطورية سلالة كينج. وبعد ما انهارت الإمبراطورية اختاروا يوان علشان يكون أول رئيس لجمهورية الصين الشعبية، والكلام ده كان سنة 1912، واستمر في منصبه كرئيس لحد سنة 1915. بس الأستاذ يوان يحمد ربنا على منصبه ويكمل في الرئاسة عادي كده؟ أبدا، ده طمع وقال لك طب ما رجع مجد أجدادي وأعمل إمبراطورية من تاني وأبقى أنا الإمبراطور. فما كدبش خبر وعين نفسه إمبراطور للصين سنة 1915 وتخلى عن لقب الرئيس الصيني. بس زي ما تقول كده الإمبراطوريات قرف، لأنه أول ما عين نفسه إمبراطور الدنيا قامت ما قعدتش، والشعب بقى كله ضده لحد ما تخلى عن الحكم وخسر منصبه كإمبراطور بعد 83 يوم بالظبط، وتحديدا في يوم 12 مارس سنة 1916. وبعدها يتوفى بفترة قصيرة لأسباب طبيعية في 6 يونيو سنة 1916. ونسيب الصين شوية ونرجع تاني لإنجلترا، بس المرة دي مع الملكة ليدي جين جراي أو ملكة ال9 أيام زي ما سموها. اتولدت جين سنة 1537 وكانت من أحفاد الملك هنري الثالث وبنت عم الملك إدوارد السادس. وتعرفت جين بأنها كانت من أكتر الستات علم وثقافة في الوقت ده، وسبب توليها الحكم إن ما كانش فيه وريث راجل يورث الملك إدوارد السادس. وعشان كده كتب إدوارد السادس وصية في يونيو سنة 1553 بيقول فيها إن جين وجوزها يتولوا الحكم من بعده، وطنش خالص أخته الغير شقيقة ماري. والسبب في أفضلية جين على ماري إن جين كانت معتقدة في المذهب البروتستانتي زيه. وتوفى الملك إدوارد في 10 يوليو سنة 1553 وتنفذت الوصية وتم تنصيب جين كملكة، وكانت مستنية التتويج في برج لندن. بس اللي حصل إن الشعب في الوقت ده أيد ماري، والداعمين لجين اتخلوا عنها لدرجة إن المجلس الخاص لإنجلترا المسؤول عن شؤون الملكية غير قراره فجأة وأعلن تعيين ماري كملكة. والكلام ده كان في 19 يوليو سنة 1553. واتزاحت جين عن الحكم بعد 9 أيام من توليها، واتحبست في برج لندن في نوفمبر سنة 1553 بتهمة الخيانة العظمى اللي كانت عقوبتها الإعدام. بس عمتها ماري عشان حنينة اكتفت بحبسها، بس الحقيقة الحنية دي ما طولتش كتير لأنها نفذت فيها العقوبة في 12 فبراير سنة 1554.
ومن إنجلترا لنيبال، وتحديداً عند الملك ديبندار اللي اتولد في 27 يونيو سنة 1971، وكان الوريث الشرعي للعرش بعد والده الملك براندرا. ولحد هنا الدنيا حلوة والأمور تمام، لحد ما جه اليوم المنيل ده، يوم 1 يونيو سنة 2001. في اليوم ده كان في حفلة في القصر الملكي، ودخل الأمير ديبندار قاعة الحفلة وهوب خلص على عيلته كلها، أبوه الملك ووالدته الملكة إشورية وأخوه وأخته الصغيرين. مش كده وبس، ده كمان حاول يخلص على نفسه، بس ربنا سترها معاه ونجا في الأول. وبسبب إنه مفضلش غيره من الورثة الشرعيين، وحسب القانون النيبالي اتعين ملك لنيبال في 1 يونيو 2001، وده مع إنه دخل في غيبوبة بسبب الإصابة اللي اتعرض لها. ولحد دلوقتي محدش عارف هو ليه عمل كده في عيلته وفي نفسه، إنما في كلام بيقول إن الموضوع راجع لأسباب عاطفية، وشوية يقولوا إنها أسباب عائلية وسياسية، بس الأكيد إن ديبندرا بقى ملك وهو في الغيبوبة، وفترة حكمه كانت يدوب 4 أيام، وبعدها أعلنوا خبر وفاته في 4 يوليو سنة 2001. وتولى بعده الحكم عمه الملك جيانندرا. نحلي بقى بحبيبة قلبنا الصين اللي فيها حاجات بتظهر وتختفي، لدرجة إن في إمبراطور من بتوعها انتهى خالص أول ما مسك الحكم، الإمبراطور مو أو نيان شينجلين، آخر أباطرة سلالة عيلة جين الصينية، وتقريبا كده أكتر واحد فقري في العيلة دي. اتولد سنة 1202 وتوفى في 9 فبراير سنة 1234. وما تستغربش لو قلتلك إنه تولى الحكم خلفا لأبوه الإمبراطور إيزونج في 9 فبراير سنة 1234. أيوة نفس يوم وفاته، مش بقولك فقري. واللي حصل إن الإمبراطور إيزونج أبو مو كان في حرب مع الجيش المغولي المتحالف مع سلالة سونج الجنوبية، وفي اليوم ده كان برضه في حفلة في قصر الإمبراطور إيزونج. والله الواحد بقى يقلق من حفلات الناس دي. المهم وصلت الأخبار من ميدان المعركة إن خلاص الأعداء هيدخلوا المدينة، فالإمبراطور إيزونج كان زي ما تقول كده حساس شويتين، فخاف من المهانة اللي هيتعرض لها لو وقع في إيد أعدائه، فدخل أوضته وقال لك بيدي لا بيد عمرو، وخلص من نفسه خالص. ووصل خبر وفاة إيزونج لابنه مو اللي كان في ميدان المعركة، وبحكم إنه من السلالة الحاكمة وآخر أفرادها، جمع أتباعه وأنصاره اللي فاضلين وعمل حفلة تأبين للإمبراطور إيزونج أبوه. الناس دي شكلها بتحب الحفلات قوي، وكمان توج نفسه إمبراطور بالمرة. بس للأسف فترة حكمه ما زادتش عن ساعات قليلة، لأن الجيش المغولي دخل المدينة وخلص عليه في نفس يوم توليه الحكم، وده كان سبب للمؤرخين إنهم يدوله لقب الإمبراطور مو، اللي معناها الحرفي الإمبراطور الأخير. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة، بس حكاوي الدنيا لسه فيها كتير. لو عجبتك الحلقة اعمل لي كومنت واعمل سبسكرايب، واشوفكم في حكاية جديدة من حكاوي الدنيا.